خونة ورحمة أمي وحياة لا إله إلا الله خونة، وعملت حملة عليهم وربنا كبير، نصرنا أنا والجمهور وزيزو ونادي الزمالك. والله العظيم ربنا نصرنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ما أنت الخونة بتجيلك من جوه النادي. اوعى افتكر إن في رموز في النادي، في طبعا رموز كبير، في بعض الرموز خونة وبعض رجال الأعمال خونة. خونة النادي المنافس والله العظيم خونة. وكابتن حسين اللي طلع معلم بصراحة، طلع معلم. ابعد يا عم انت اهو، اتكل على الله، ما تبوظش الدنيا. عمال يشتم في ده ويضرب في ده ويشتم ابوه ويعمل توتال لابوه، وده يشتم اللعيبه وده يشتم لابوه. ايه يا عم؟ احنا في سوق جمعه؟ احنا في شركتكم؟ لا يا عم اتكل على الله يلا. فالخونه كشفناه. فاصبح دلوقتي عم موسوس ايه بقى؟ الشناوي مش عايز يكدب. معقوله؟ رامي ربيع عرض نفسه على بيراميدز. معقوله؟ ياسر ابراهيم واكرم توفيق عايزين يجوا الزمالك عن طريق وكيلهم. ومين اللي اتدخل في الموضوع بقى؟ احمد يحيى عايز يرجعوا الزمالك، ما لهمش مكان في النادي الاهلي. معقول يا جماعه مش عايزين يجددوا ب 15 و20 مليون و30 مليون؟ ده النادي الاهلي. انت يا جدع انت عشان ارد عليك كان لازم اكون في السعوديه، عشان النهارده العيد هم فطرانين، انا صايم مش عارف ارد عليك. يعني انت بتتكلم لا هو يعني هو دايما بيفكر حاطط في تفكيره كده وبيسرح، ودايما شايف انه زيزو. ما خلاص طالما فتحت وخدنا هناخد بقى الخلاصه. تاخد ايه؟ يبقى زيزو يمين فين تحت دي. اسمع بس ده توقف كاس العالم بصراحه مش انا هو مروح بقى. هو مروح بجد. اسمع زيزو ونجرايت بن شرقي وانجليف. طب اسمع وسام علي فين والتحتيم وامام عاشور. بلال هيزعل منك خمسه ورا. بلال هيزعل منك. قال لك ملوش مكان ويقعد على الدكه. مين ده؟ الله يعني زيزو ما تقول انت بليغ. قال ملوش مكان في ده كانت حرب اول امبارح حرب. معلش بس كان بلال متقل في التنس شويه. ايوه التنس ازاي يا عم؟ ده عنده رجل اطول من رجلي. لا ازاي ده حريف بدري في التنس. خليني اقول مفاجاه برضو الكابتن عبد الجليل النهارده اول مره انفراجه كبيره جدا في مفاوضات الزمالك مع انا اقول بقى، ما انا قلت لك عايز اقول انا بقى في مفاوضات كبيره المره دي متقدمه جدا بين زيزو والزمالك. وزيزو اللي كنا امبارح بيتكلم 40% خارج الزمالك و60% خارج الزمالك و40، النهارده تقدر تقول 70 ل 30 ولا التغيير. انما النهارده من مسؤول كبير في نادي الزمالك قال لك احنا في صراع مع النادي الاهلي. شوف بس رد فعل جمهور الاهلي لما عرف ان اكرم توفيق بيتفاوض مع الشمال، وشوف رد فعل الزمالك وجمهور لما عرف ان زيزو قاعد مع الكابتن محمود الخطيب. حقيقي نعمه انك تكون اهلاوي. كويس. واللي جاي اصعب، والقرارات اللي بتتاخد فرديه دي اصعب، والرموز بتوع النادي الحقيقيين اللي انت راميهم بره صعبوا الدنيا عليك كمان. ان ربنا رب قلوب، دول تعبوا في النادي وشيئوا في النادي وبنوا النادي. مش عايز اذكر اسامي كتير بقى، اسامي كتيره جدا مش عايز اذكر بقى قوي. محمد عماره وهشام حنفي وعصام عاشور وين تاني وكابتن ربيع ياسين كتير. غير بقى الناس بصراحه النادي الاهلي ما وقفش معاها. كابتن محمود صالح الله يرحمه وكابتن صفوت حليم الله يرحمه، يعني ده كان من اجيال تقيله، وكابتن خطيب عصيرهم طبعا يعني ما وقفوش معاهم بصراحه. فالدنيا في النادي الاهلي خلينا نتكلم في المهم. طب ايه تاني؟ حمزه علاء. معقول حمزه علاء عايز يجي الزمالك؟ حمزه علاء عرض نفسه على الزمالك برضه، بس مش عن طريق احمد يحيى. طب ما كده النادي الاهلي بقى فعلا الاوضه اتدمرت. والاعلام فين؟ شكرا الله سعيك، غفر الله ذنبك. انت يا راجل انت كان لازم اكون قاعد في الامارات عشان ارد عليك. هما النهارده عيد وفطرانين، احنا صايمين.